رابعا بطاقة عضوية على المستوى الدراسي والتجارب والخبرات والجمعيات المنخرط فيها، هذا فيما يتعلق بطرق التزكية المداخلة والاستفسار. إذا نمر لطرق المؤازرة. كنلاحظ أغلبية ديال الرؤساء العامة على أساس أنه سيتدخل في واحد القضية ولا خديت طلب مؤازرة، هنا خطأ كيطيحوا فيه الأغلبية ديال رؤساء الفروع، لأن ملي كتسلم المؤازرة من شخص طلب المؤازرة من المنظمة هنا كنطيحوا في أغلبية ديال المشاكل، لأن المؤازرة ليست بطلب فقط بل ملف. هذه المؤازرة تكون مدعومة بعدة وثائق. هذا الشخص اللي كيطلب المؤازرة يدعم المؤازرة بوثائق وأدلة باش يقنع. أعضائنا كرامات لهم باقية دونت بالقلم، نفرح بها ونرفع أصحابها كما يرفع العلم. شخصنا قد خص شخصه بالتكريم وما يكرم إلا كريم، هو عضو في مجلسنا كما يكون العضو في الجسد. على المستوى الواقع العملي، وهذا ما يعني يشعرني بالسعادة خلال هذه ما تقوم به منظمة حقوق للطفل، وهي هدفها الأساسي وهي النهوض يعني بوضع الطفل داخل المملكة المغربية، وهذا شيء جيد وجميل جدا، وأتمنى لكم التوفيق. المنظمة سواء أعضاء الأمانة العامة وبخصوص إقليم شتو كيتباغى، فأنا من ديك المنطقة وكنشكرك على الكلمة اللي قلتي في حقي في المداخلة ديالك. فالمكتب ديالي مفتوح وأنا مستعدة نأطر أي دورة تكوينية في الجانب القانوني. إن هذا التكليف يعكس إيمانا المنظمة بأهمية تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان حقوقهم ومكانتهم في المجتمع. هذه الشريحة طبعا التي تعاني والذين يمثلون فئة مهمة جدا من المجتمع. وكنزود بها في المجال الفني، حتى هو المجال الفني راه عنده واحد الدور كبير. غير واحد الكلمة اللي بغيت نضيفها ولا نساهم بها، المسائل اللي كنشوف في المجتمع وفي الأطفال ديالنا صراحة اللي هي أثرت عليا 100%. في انتظار نجاة رزقي، نجاة